السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وراحة بال. قررنا النهاردة ونسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بجد وحشتوني الدنيا دي كلها. نبدأ بقى روتيننا النهاردة، تنظيف بقى البيت اللي هو عنده طيور. بجد أنا منضفتوش من زمان، كنت باخده بس عند الفرن كده لما أجي أعمل حاجة قدامه. فالناحية التانية بقى دي في الجنب التاني من البيت، فما كنت بجد ما كنتش بنضفه، لان ماما كانت دايما بتحط فيه قمح كده للطيور. بيبقى مش قمح يعني، هو بس ايه حاجات كده كانت المكنه اللي كانت بتعملنا في الارض، احنا كنا جمعناه وحطيناه في شكاره وكده، فماما بتحط لهم يعني علشان خاطر ايه ينقوا منه لو فيه قمحايه كده ياكلوها كده وكده يعني. كمان كنت بقى ايه لما بقى نقوه وخلصوه كده شلناه، قلت بقى مكنس بقى وانضف كده. لو معايا تراب كتير قوي، وكمان اصلا احنا ما عندناش طيور قوي قد كده، فبرضو الحمام والفرختين الغلبانين اللي هم عندنا دول، يعني الغلبانين الصعبان عليا دول، نفسي اجيب والله فرختين عليهم. برضو بيعملوا يعني لازم ننضف مكاننا برضو. عاملين بقى ايه يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا واحلى عيله في الدنيا. حابه اشكر كل اخواتي اللي دخلوا عندي قناتي، كل اخواتي اللي عندي، ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم ليا نعمه في حياتي. احلى اخوات في الدنيا، بحبكم قوي، بحب كومنتاتكم الجميله ودعواتكم الحلوه لاختكم. الله يوسع رزقكم ويكبر بقدركم ويحرمني منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا. ودعمكم الحلو اللي بيفرح قلبي، بكلامكم الحلو اللي بيفرح قلبي، الله يكبر بخاطركم يا رب. كل اخواتي اللي بيدعموا دعم مادي ودعم معنوي، الله يسعدكم ويكبر بخاطركم ويفرح قلبكم ويسهل لكم الحال يا احلى اخوات واحلى ناس. معلش بقى النهارده مش عارفه قايمه من النوم كده، حسيت برد في زوري، مغير صوتي شويه، بس انا خدت له علاج يعني مش عارفه بقى عشان هنقعد قدام المروحه والجو فحر، بس كان الجو برضه هوا امبارح قوي اصلا، وانا في جو هوا بره كده، مش بحب اقعد قدام المروحه بصراحه يعني. وانا مش حبيت مروحه كمان يعني، انا عادي انا ممكن اقعد في مكان عادي كده ما يكونش فيه مروحه يعني، بس لما بيبقى الجو حر قوي 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 يعني لا لازم نقعد قدام مروحه طبعا. بس مش عارفه، انا قمت من النوم لقيت زوري كده كان خفيف كده، قلت له على طول علاج علشان خاطر ما يزيدش وكده. عاملين بقى ايه يا اخواتي؟ عاملين ايه احلى اخوات في الدنيا؟ انا صورت لكم النهارده جزء من يومي. انا اول ما صحيت من النوم طبعا ابني حبيبي الصغير راح الحضانه، وبعد كده بقى ايه شويه كده وريحت، بس ما فطرتش بصراحه. مش بحب افطر قوي يعني، مش بحب الفطار، احنا اصلا بنتغدى بدري، فمش بحب الفطار قوي يعني، متعودتش ان افطر يعني. لو انا فطرت كده يبقى انا ما اتعشيتش مثلا، حاجه من كده يعني. وكمان كان عندي شويه صبر شويه على الاكل. النهارده بقى كنا عندنا بقى خبيز رقاق، بس انا ما صورتوش بصراحه. وكنت بقى عامله ايه، كانت ماما كان عندنا نص كيلو لحمه كده صغير كده، قلت طب كان نفسي اعمل كفته بصراحه، ما عملتهاش من زمان، كان نفسي فيها قوي. عملتها ولقيت الكهرباء قطعه بقى النهارده يا جماعه، الكهرباء كانت قطعه عندنا من بدري. يقولي بقى نزلنا خبزنا تقريبا الساعه 10، بس مش عارفه هي قطعت توقيت بالظبط ايه كام يعني بالظبط مش عارفه. وقطع لحد الساعه 5:30، حتى 5:30 النهارده. انا بصور النهارده اللي هو يوم الثلاث. انا اليومين اللي فاتوا دول ما صورتش اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص، ولا ما اعرفش عندي في حاجه مخلياني كارهه التصوير وكارهه كل حاجه، ما اعرفش في ايه، ومش حابه اي حاجه خالص، ما عنديش نشاط ولا حيويه ولا عندي اي حاجه خالص ان انا اصور او اعمل اي حاجه، وما عنديش حافز وما عنديش دفعه، ما عنديش اي حاجه مش عارفه في ايه بجد والله. بس ربنا يقويني، ما تزعلوش مني، انا بتاخر عليكم في الفيديوهات بجد، بالله عليكم ما تزعلوا. والله انتوا بتوحشوني، وببقى نفسي اتكلم معاكم وانزل لكم. والله انا بحب يعني، انا بحب قناتي وبحب المحتوى اللي انا بنزله، وبحب كومنتاتكم الحلوه ووقوفكم جنبي، دعمكم الحلو ليا، ان كان دعم معنوي او دعم مادي. فانتوا احلى حاجه ربنا رزقني بيها بعد اهلي وولادي،
ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا، يديمكم كل نعمه في حياتي. اخواتي بقى البنات بحب اذكرهم دول بقى، بحبهم قوي. طبخه في 10 دقايق حبيبه قلبي يا زهره، يا رب قناتك تكبر يا حبيبتي واشوفك احسن قناه طبخه جميله واحلى طبخه مام البنات، طبخه ام البنات حبيبه قلبي، احلى طبخه مع ام بنات حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش من كلامك الحلو ولا يزورك معايا على الكومنتات يا احلى اختي في الدنيا.